السلام عليكم. حبيتوا تشربوا قهوه العصر ولا شويه حليب وما لقيتوش باش تشربوها؟ نقول لكم ديروا القلبوها يخشوا الكوزينه معايا وديروا هاد المسكوته اللي تجي كيما راكم تشوفوا كي لي بونج، خفيفه ومقاديرها جد بسيطه. حكمت 4 عظمات، حطيت لهم رشه ملح وكاس مش معمر تاع السكر، وزدت عليهم ساشي تاع سكر فاني وخلطتهم بالباتور. نبقى نخلط، هذا سر من اسرار نجاح المسكوته، انك تخلطيه حتى يضاعف الحجم تاعها ويخفاف هكا يدخلها الهواء وتجي خفيفه. لهنا زدت لها كاس تاع الزيت، نبقى نضيف فيه بشويه على دفعات، ما ديروهش مره واحده. ونفس الشيء بالنسبه للحليب، درت كاس حليب ونضيف فيه غير بشويه. زدت حطيت بشور تاع حبه قارص وشويه عصير تاع القارص، حطوا على حسب الذوق نتوما واش تحبوا. خلطت لهنا مليح ومن بعد زدت لهم الفارينه. حطيت الكاس الاول بطبيعه الحال نغربلو، وزدت الكاس الثاني. زدت حطيت 2 شاشيات تاع خميره الحلوى وخلطت كلش بالفوي كيما راكم تشوفوا. واخر كميه من الفارينه اللي هي ربع كاس تاع الفارينه حتى نتحصلوا على هاد لا تيكستور. حكمت المول لهنا، انا كنت دهنته بالزبده، ديروه غير بالزبده، ما ديروش الفارينه باش يجيكم طيابو مليح. وبطبيعه الحال انا الفرن كنت شعلت عليه 180 مسبقا، وشوفوا هنا كيفاه طابت، طيابها يجي يهبل. في الاول كنت حندير غير هكاك سامبل، ومن بعد قلت علاه لا ديما حنا نزينوا غير للضياف ونقلشوا الضياف. اليوم انا ثاني راح نقلش روحي. حكمت زينتها بشويه تاع النوتيلا وشويه تاع المرجان، تنافس بين النوتيلا والمرجان، وشويه تاع البيستاش، وحطيت لها شويه تاع الورد. وشوفوا كيفاه جات تهبل، كي المنظر كي الطعم، تجي خفيفه تسخف. ننصحكم تجربوها باذن الله راح تصلح لكم. انا كانت هذه وصفتي لليوم، ما بقى لي غير نقول لكم باي باي.